عصام من أسقطه هي الهامل أو سوزي أو سوزان وجمال وأحمد عز وحسين سالم وإبراهيم كامل. حينما تغلبت عاطفة البنوءة الابن يعني على عاطفة الزوج، حينما تحولت المرأة الشريرة أم جميل أو أم علاء إلى إنها انحازت لابنها وبقى الحب للابن، فطلبت إن هو يحكم، والراجل لا حول له ولا قوة، لا بيهش ولا بينش، بياكل وقاعد ويدخلوه يدوله مش عارف ايه عشان يطلع يقول نص ساعة، والراجل أسد ولا له سنان ولا له أي حاجة، عمال بس بياكل، وكل ما يتعب يدوله الفودكا اللي كان متعود بالشرق لما كان في روسيا في رئاسة الأركان. هو ده كل اللي حدث، جهل. لكن هذه المرأة شحتت كتير جدا، شحتت كتير جدا على مصر، بل انها راحت للاخ العقيد لما جه راحت له في مقر اقامته في الخيمه اللي بينصبها على طول، لانه بيخاف من التصوير في التواليت، ان يكون في كاميرات تصوير في التواليت، فعشان كده بيروح بالخيمه بتاعته يبقى ضامن ما فيش حد وضع له كاميرات. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فقالت له الاخ العقيد ممكن كلمه؟ يلا بجد يا ست. قال لها اهلا اهلا ام علاء، اتفضلي اتفضلي يا حجه، اتفضلي يا حجه، خوش ولد. قالت له كتاب حضرتك اللي هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان ده كيس كتاب حضرتك اللي هو حرية حرية. قال لها ايش؟ قالت له بدنا نطبعه هنا في مكتبة اسكندرية والمكتبة والناس تاخده كده. بيخاف من كم والله، عشان كده ده راح الشانزليزيه ومعاه الخيمة يا اخي، ونصفها هناك قدام الشانزليزيه. قال لها 10 مليون دولار. فالمهم طبعت حوالي 30,000 نسخة وودت لأغلب السفارات ومش عارف ايه ومعاهد ايه ومعاهد ايه. فرحت كان هو مشي بقى طلباه ست اخر عقيد وبتاع ايش تؤمريني؟ قالت له ايه اللي حصل يا فندم؟ ايش؟ يعني شوف البلاوي مش حاططها، شفتت علينا والله. قالت له يا فندم ده احنا عرضنا 2 مليون نسخة مسافة 6 ساعات مفيش ولا نسخة. يلا انا عايز الكتاب يبقى في كل حارة، في كل بيت، في كل دار، في كل زنجة في مصر. 50 مليون دولار. وراح صرف لها 50 مليون دولار على مكتبة اسكندرية على الرقم بتاعها. شوفوا الى هذا الحد. كانت تروح تقابل الامير، معلش احنا بنطلب منك علشان مش عارف ايه مصر وافاق المستقبل، مصر والكفاح مش عارف ايه علشان المرض ايه، علشان ايه ده ايه عليها يا جدعان الكتاب لازم يجي فيها الجزائر. اذا كنتوا انتوا بتقولوا نجحت الثوره ازاي دخلوا على شفره اسكندريه وامروا الامن المركزي بالانسحاب. ايه انسحب في الاخر، انا فلان الفلاني، انا العميد محمد ابراهيم، انسحب، كل الافراد تنسحب. دخلوا على الشفره يا جماعه، دخلوا على شفره الامن المركزي. ده اغبياء وده غني. الجيش بتفاوض على المساجين؟ مين؟ ارجع علي ارجع. ادي عربيات مفاكر المديرية بسرعة، ولعوا عربيات في الكراج رغم وجود القوات المسلحة. ايوه الحي كمان. اتنين نايمين وتمام استهداف لطلب غير التوجيه حاجة. حبيبي قلبي. يا محمد جه تاني المرتزع عشان خاطر يا محمد دي انا والناس اللي معانا مش قادرين خلاص. حاضر يا حسن بيه، حاضر يا فندم، حاضر معايا والله تليفونية يا فندم متعب. رغم وجود القوات المسلحة. يا عصام بيه يا عصام بيه. يا عصام بيه يا عصام بيه. يا عصام بيه يا عصام بيه. عملية تانية ما عندوش رحيل. عملية تانية ما عندوش حاجة. عصام بيه.
انت يا فندم عصام بيه يضل العقيد حسام توفيق معاك. عصام بيه محتاجين المنتزه تاني. عصام بيه الأهمية في ضرب نار علينا يا باشا. محتاجين للأهمية يا باشا. عشان الدين العلم وعصام بيه حاليا مرتكز امام المكتب قوتنا وبيتعامل الجميع بيتعامل يا فندم. اشهد وداري انا معايا تليفونيا الان وهاخد سيادتك حالا بمكانك. في رصاص حي يا ريس. احنا بيتعاملوا معانا برصاص حي معاهم بنادق. نفس الوضع عندنا يا فندم. نفس الوضع عندنا يا محمد بيه. لو في مدرعات وصلت اسم محرم بيه لو سمحت مشكورا لتيه لي واحدة بس. حاضر يا فندم حاضر. عصام بيه العلقامي. يا عصام بيه في حد جاي الراجل تاني. اي حد جاي. كلام محمود بيه دكتور على السياسة حاضر يا فندم. قول لي ازاي طمني الدنيا كلها من حواليا مليانه خيط خضراء بيتعاملوا بالسلاح. كله تمام. محمد بيه وضع نفسه وحش جدا وابتدوا يساوموا على المساجين وحنان السيطره كده. انا داخل في 6 ساعات من موضوع النهارده. والذخيره قربت تخلص. اصمد يا نبيل بيه اصمد درجه ربنا قريب ان شاء الله. السيد 4 مين لو في واحدة مدرعة في محرم بيه ولا 3 في محرم بيه ابعت لنا واحدة بس واحدة. انا يا خالد لو عندي حاجة ابعتها لك. انا القرار مش في ايدي وانا عارف هم فين. ما انا سامع عصام بيه بيقول عنده 3 مدرعات واسمه جيش. كلمة محرم بيه ما زلنا بنتعامل حتى الان. الاسم بيتعامل حتى الان بالطلعات الحية وبالطلعات الخرطوش. محرم بيه ما زال بيتعامل حتى الان. نكتفي طبعا بهذا القدر. طبعا المدرعات دي اللي هي محدش اللي كانت في ميدان الجيزه. وطبعا دي في اسكندريه ميدان الجيزه اللي كانت بتضرب الناس وبتتهز الناس. محدش يقدر يخشها خالص. اما بيبقى فيها درع كامل يعني مدرعه كامله مش يعني مدرعه نص جنزير. بتاعت الامن المركزي اللي كان لونها اقرب الى اللون الاخضر الباهت يعني. ده يوم الغضب يوم 28 لان اسكندريه سقطت 3 و3 لان اتسبب لهم الامر. ما هو تايجر بيقول لك يتعمل عليهم كماشة. هم اللي دخلوا في الكماشة بيقولوا له اتحرك كذا. ما بيحركوا زي ما هو عايز. ما داخل على الشفره بتاعته صاد. لا يا ابو السعود لسه انا لسه اتسرقت لسه يعني. طيب كل التحيه ليكم ولسماك يا دكتور أنت سير.